اهتماما منها بذوي الهمم الذين يمتلكون المواهب المختلفة، أقامت كلية الإمام الكاظم عليه السلام أقسام ديالى وبالتعاون مع القصر الثقافي في المحافظة الملتقى الأكاديمي الذي حمل عنوان الأذان والمقامات القرآنية نفحات إيمانية رائعة، العتبة العلوية المطهرة نموذجا. أقام قسم القانون في كليتنا كلية الإمام الكاظم عليه السلام للعلوم الإسلامية الجامعة في ديالى بالتعاون مع دائرة العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة قصر الثقافة في ديالى ندوة ثقافية قرآنية تعنى بشرح والتفصيل بشأن المقامات القرآنية والقراءات والنغم، وهذه حقيقة تنتظم هذه الندوة وأخواتها في إطار التثقيف للاشتغال على المساحة والساحة القرآنية بين صفوف الطلبة وطواقمنا الإدارية والتدريسية أيضا. حقيقة انتقلنا في عوالم مختلفة ويعني في محطات مهمة أمتعنا فيها الأستاذ المبرز الفاضل رونق الربيعي بطبقات الصوت والنغم والألحان والمقامات الصوتية. كيف نقرأ القرآن بهذه المقامات، وكانت الملتقى كان ملتقى ثقافيا استضفنا من خلاله شخصيات ثقافية. الغاية من هذه الملتقى هو توعية هذا الجيل الشباب، وخاصة نحن يعني بحاجة ماسة إلى الثقافة الدينية. كانت ندوة أكثر من رائعة، تنقل بين المقامات وأفضى للفعالية عناوين مميزة عن القراءات بهذه المقامات. قائمون بيّنوا أن الهدف من إقامة هكذا ملتقيات في الحرم الجامعي هو لتلاقح الأفكار بين الطلبة الموهوبين قرآنيا وبين القرآنيون الذين لديهم إمكانيات حول المقامات المختلفة المستخدمة في قراءة كتاب الله، فضلا عن زيادة الاطلاع على ما توصلت إليه المدارس القرآنية. ونحن نحتاج إلى القرآن الكريم في كل مضامين وتفاصيل حياتنا. القرآن الكريم هو دستور الأمة، والشباب ثورة وثروة، فما أحرانا أن يكون القرآن الكريم ضمن أروقة الجامعة حتى أن كثير من الطلبة يتمسكون بهذا القرآن الكريم. اليوم ندوتنا عن المقامات القرآنية وجمالها، وكذلك كيف تصل إلى المسامع والأذان بقلوب وإلى شغاف القلوب. بالحقيقة تطرقت لعدة مقامات من المقامات العراقية التي يقرأ فيها القرآن، وكذلك الأذان في العتبات المقدسة، ولا سيما العتبة العلوية المقدسة، نعم، لأجل نشر هذه المقامات بالتلاوات أو بالقراءات العراقية أو غيرها، وكذلك الأذان، ولأجل نشر هذه الثقافة في جميع الكليات وجميع المساجد والأماكن الأخرى. نشاطات مختلفة وفعاليات عدة تقيمها كلية الإمام الكاظم عليه السلام أقسام ديالى من أجل التبرك بكتاب الله العزيز وتوسيع القاعدة القرآنية في المجتمع. لبرنامج صباح كربلاء، نوار البياتي، محافظة ديالى.